أعتقد أننا شاهدنا الحلقة الأكثر توترًا من بين جميع الحلقات التي تم بثها في المسلسل، ومع ذلك على الرغم من أن المشاهد التي رأيناها في الحلقة قد تبدو مزعجة إلا أنها كانت واحدة من أكثر الحلقات إثارة. هل ستعود سيران مع فريد إلى القصر؟ في البداية حاول فريد أن يأخذ سيران عن طريق كاظم آغا، لكن ذلك لم ينجح. لأن زيرين قامت بحشو رأس كاظم آغا، أي بعبارة أخرى زيرين قامت بخداع كاظم آغا بالدعم الذي ستقدمه له، وإلا ما كان كاظم ليقول شيئًا عندما أتى فريد لأخذ سيران. ومع ذلك هناك شيء أكثر أهمية في المشهد الأخير، وهو جميعنا نتذكر أنه عندما صفع هاليس آغا فريد واجه الكثير من المتاعب وقرر العودة إلى نيويورك، ومع ذلك منعته سيران من ذلك. وفي هذه الحلقة قال فريد لسيران أنه صفعه كاظم آغا، وعلى الرغم من هذه الصفعة إلا أنني أمد يدي إليك، أي بعبارة أخرى وضع كبرياءه جانبا بسبب محبته لسيران ومد يده لها. ومع ذلك من المحتمل جدا أن سيران لن تعود معه إلى القصر، وسنرى الكثير من مشاهد فريد مع بيلو في الحلقة القادمة. زيرين وإفيكات درسا كل شيء بدقة لدرجة أنه ليس من السهل إصلاح ما حدث في القصر. مع ظهور صفوة آغا في هذه الحلقة يبدو أن صراعًا مختلفًا سينشأ من التوتر بينه وبين هاليس آغا حول الماضي وحول علاقتهم مع خدوش. ومع ذلك فإن الشيء الأكثر لفتًا للانتباه في الحلقة الماضية هو أننا رأينا الوجه المضطرب نفسيًا لحفيد صفوة آغا، لذلك جده يعطيه الكثير من القيمة ويعتز به، لذلك لا يرفض له أي طلب كان. وقد بدا لنا ذلك في إظهار الوجه الحقيقي لحفيده المدلل من خلال الصراخ على والدته على أبسط شيء. في الحلقة القادمة سنلتقي بشقيقه الحفيد الثاني لصفوة آغا. في الحلقة 28 من المحتمل أن يذهبوا إلى كاظم آغا لطلب سونا، لذلك من المحتمل أن يلتقي طارق بسيران عند طلب شقيقه لسونا، أي بعبارة أخرى من المحتمل أن يعجب بها، وهذا سيجعل الأمور أكثر صعوبة على سيران وفريد، نظرًا لأن كاظم آغا يرى الآن أن علاقة فريد وسيران انتهت، لذلك سيوافق على تقربه من سيران. وفي الوقت نفسه لأن صفوة آغا قوي مثل هاليس آغا، لأن الدافع الحقيقي لكاظم هو المال بالتأكيد. ومن جهة أخرى لا ننسى أحد الأشياء السيئة هو أنه سيكون أمرًا مؤسفًا على عابدين وسونا. حضر عابدين ألعاب إفيكات وسلطان، ومع ذلك ترك واجبه في القصر وترك وظيفته. في الحلقة القادمة عندما يعلم فريد بأن عابدين لن يعود للعمل لن يترك الأمر بسهولة. هناك نظريات تقول بأن عابدين هو ابن إفيكات الذي يعتقد أنه مات. إذا اتضح أن هذه النظريات صحيحة وهو بالفعل ابن إفيكات ستكون ضربة قوية بالنسبة لها، وستندم على كل ما فعلته بعابدين وسونا، خصوصًا بعدما كان عابدين قد ألقى نظرة حزينة على إفيكات عندما كان يغادر القصر. لذلك ربما يشير المخرج إلى مثل هذه الأشياء في هذا المشهد. هل سيعود فريد إلى بيلين مجددًا؟ بمشاركة شخصية غولشام في المسلسل رأينا أن بيلو بدأت في تنفيذ خطط مختلفة للحصول على فريد، لأنها أدركت أنها لا يمكنها الحصول على فريد بمفردها، لهذا أدخلت صديقته المقربة وأعدت خطة لذلك. على الرغم من أن غولشام تقنع فريد بأنها تريد سعادته لتجعله يتقرب من بيلين، إلا أنها فعلت ذلك إحراجًا منها لأنها أعطتها تلك الساعة، لذلك من المحتمل أن فريد سيقضي المزيد من الوقت مع بيلو. في الحلقة القادمة هناك أيضًا بعض الادعاءات بأن طارق سيأخذ سيران وسونا لتناول العشاء بعد الحصول على إذن من كاظم آغا بعد رؤيته. بعد سماع فريد لهذا الأمر سيعود بالطبع إلى الواقع ويركض خلف سيران متجاهلًا بيلو، لكننا سنرى مدى فعالية هذا ما أستطيع أن أقوله عن الإعلان الأخير والحلقة القادمة. أتمنى أن يعجبكم الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في قناتي وتشغيل الإشعارات لتصلكم الأحداث الجديدة.